السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلها ايام مفترجة عليكم كده يا رب، وايام مباركة، وربنا يتقبل منكم الدعاء، وكل واحد بيتمنى حاجة يا حبايبي ربنا يا رب يحققها له. بدعي لكم وبدعي لنفسي، واتمنى ان انتوا تدعوا لي الدعاء ده كلكم. لو انتوا سمعتوا الفيديو تدعوا لي بظهر الغيب ان ربنا يحقق لي ما اتمنى، ويا رب يحقق لكم كل اللي بتتمنوه، يعمل لكم كل حاجة حلوة. النهاردة مش هنعمل أكلة غدا ولا أي حاجة، احنا النهاردة هنعمل حاجة سهلة وسريعة، بس برضو أكل، ولكن حلوة قوي ان هي هتنفعنا ان شاء الله في سحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين. الفول المدمس. الفول المدمس هنا اساسا فيه فول علب، بس انا الصراحة مش بحبه قوي، فبحب ادمس الفول ايه في البيت. فبجيب الفول من عند اخواتنا المغربيين من الجزارة. بالاقي الفول متوفر عندهم، بس يا جماعة نصيحة مني، لو هتشتروا الفول اشتروا الفولة الفاتحة اللي هي ما تكونش حجمها كبير قوي. انا الصراحة على طول بالاقي واحيانا ما بلاقيش اللي هو الفولة الفاتحة دي. المهم المرة دي على حظي ما لقيتش، لقيت الغامق، بس طبعا انا مش هوقف نفسي على حاجة. اخدته وعارفة ان هو بياخد سوا شوية، بس هو بيستوى معايا برضو، بيبقى زي الزبدة وكل حاجة. نقعته من بالليل بمية من الحنفية عادي، عليه معلقة سكر ونص ليمونة. وبعدين الصبح شطفته، ودلوقتي انا هنا غاليه ميه، نزلت الفول كله. الفول ده قد ايه؟ 800 جرام. 800 جرام دول هياخدوا معايا كوبايه الا ربع عدس، نص كوبايه رز، جزرايه كبيره مبشوره، معلقه بابريكا، معلقه ايه، كركم. هقول الكلام الجامد ده تاني. لو انت عندك كيلو يبقى الكيلو عليه كوبايه عدس، كوبايه الا ربع رز، معلقه وربع بابريكا، معلقه وربع كركم، وتحطي عليهم جزرايه مثلا او جزرتين. ماشي. انا هنا معايا كيلو، نقول كيلو الا ربع. وطبعا يا جماعة نوع الفول ده زي ما انتي شايفة الحبة غامقة شوية، بتاخد سوا شوية، لكن الفولة الفاتحة طبعا معروفة بتستوى أسرع وأسهل، بس مش مشكلة، كده كده هيستوى، هيبقى زي الزبدة، وهتشوفي النتيجة معاكي. يعني هتنبهري بالنتيجة في الآخر. حطيت الكلام الجامد ده كله على بعضه، وهنزل بالجزر. يبقى أنا نزلت العدس والرز، وهنا نزلت الجزر اهو، جزراية كبيرة مبشورة. وبعد كده هنزل عليها معلقة بابريكا ومعلقة ايه، كركم. والبابريكا والكركم بيدوا بقى، بيحافظوا على لون الفول، ويديكي لون حلو قوي قوي للفول، والفول ما يسودش ويغمق معاكي. ولسه هقولك على تريك هتخلي الفول معاكي فاتح وجميل من اول حبة لاخر حبة. نزلنا بالتوابل. هنزل التوابل الجامدة دي، اقلبهم تقليبة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما قلت لكم ما تنسوش لو لقيتوا فول فاتح جيبي فول فاتح. انا بقول لك هنا انا هسويه في حله الضغط. طب انا ما عنديش حله ضغط بقى، هعمل ايه؟ حله عاديه تكون محكمه الغلق، وتكون بتتقفل كويس، احط عليها قماشه، والقماشه دي ابلها من الحنفيه واعصرها، تكون فوطه مطبخ يعني، واروح مغطيه وكبسه الحله بيها. بعد ما الفول يغلي اول غلوتين ويقلب معاكي وغلى خلاص، اروح عامله الخطوه دي، واحط الغطا بتاعها واقفلها كويس، واحط الفوطه، واوطي النار عليه زي الشمعة. نار بسيطة خالص. بقولك هنا انا حلة الضغط بتبقى مكتوب عندي حتى فيها البقوليات، على قد ايه وقت، مش عارفة ايه. المهم ده كان مكتوب عندي 50 دقيقة البقوليات، بس طبعا انا الفول ده مش هيمشي ابدا معايا 50 دقيقة، لان انا عملته قبل كده. ده يعني عايز له ساعة ونص او ساعتين الا ربع. لو الفولة الفاتحة بياخد معايا ساعة وربع، ساعة ونص بالكتير، لكن دي بتطول شويه. المهم انا بقولك هنا يا دوبك بس مش غلى، لف لفه كده معايا وبدا ايه يبقبق. رحت نازله عليه بالطماطم. انت لو عندك انا حطيت طماطم شيري هنا، لو عندك طماطميه كبيره قطعيها وارميها في الحله. وفص توم برضو تحطيه، تقشريه وتعمليه فتحه من الجنب، وتحطيه فيها، مش تقطعيه ولا حاجه، تعملي له فتحه بس من الجنب، وترميه في الحله. وحاجه تانية بقى اللي هتخلي معاكي اللون زي ما هو، انه الليمونه. تحطي ليمونه كامله من غير ما تقشريها ولا تقطعيها ولا حاجه، اللي هو الليمون الصغير. طب انا ما عنديش ليمونه صغيره، فهحط اللايم ده، قصدي الليمون الكبير ده، قسمتها من النص. لكن لو انت عندك الليمونه الصغيره، حطي ليمونه صغيره من غير ولا تفتحيها ولا تقشريها ولا حاجه. عندك الليمون الكبير زي نص ليمونه، ولا تعصريها ولا تعملي حاجه، تحطيها بس، وتحطي معلقتين الزيت، وتقفلي بقى الحله، تسيبيها تغلي غلوتين قبل ما تقفلي، وبعد كده تقفلي عليها بقى كويس. لو حله ضغط تقفلي حله الضغط، لو الحله التانية العاديه قلت لك تعمليها ازاي.
هيتكبس معاكي وهيبقى جميل قوي. لو في الناس في مصر عندها القدره كمان بتاعه الفول بتسوي الفول جميل قوي، لكن احنا هنا طبعا مفيش الكلام ده. هشيل بقى هنا استوى، بقول لك بقى زبده، عدى كان عليه ساعه ونص او ساعتين الا ربع بالظبط. شلت النص ليمونه خلاص، دي كده مش عايزاها خلاص، مهمتها معايا انتهت. بقول لك بصي لون الفول بقى عامل ازاي واستوى ازاي. في ناس في مصر بتحط عليه الوان طعام، لو انت عايزه تحطي لون طعام وتخليه لونه احمر فابيني. انا عن نفسي ما بحبش الالوان ولا الحاجات دي، هو لونه كده بالنسبه لي اللون المشمشي ده جاي معايا، اللون ده بالنسبه لي كده ده عظمه. المهم هنا الفول بصي بقولك غلى ازاي وطرى ازاي واستوى ازاي وبقى كريمه. انا بقى في ناس بتشيل الفول على كده بتكيسه يبرد ويكيسه، انا لا، انا بحب اضربه ضربتين كده بالهاند بلندر، ياخد معايا كده ايه، افضل اضرب فيه لحد ما يبقى زي الكريمه شويه. ليه؟ بيسهل عليا الدنيا. انا بشيله في الفريزر بالطريقه دي، اجي اطلع كيسه الفول قبل السحور، ولا بقى بيحتاج وقت طويل يفك ولا حاجه، بتطلعيه قبلها بشويه، نقطة مية صغيرة في الحلة أو في الطاسة اللي انت هتعمليه فيها الفول. عايزة تعمليه بقى بالليمون والطحينة، عايزة تعمليه بالدقة، عايزة تعمليه فول بالصدق وتعمليه طاجن تشوحي الصدق وتنزلي عليه، عايزة تعمليه بالبصل والطماطم وتعمليه طاجن كده وترشي عليه موتزاريلا وتخليه الفرن. 100,000 طريقة، بس في نفس الوقت ان الفول نفسه مضروب بيسهل عليكي كتير. اعملي الوصفة بالطريقة دي هتعجبك جدا صدقيني. بصي لونه عامل ازاي بعد ما ضربته، والله العظيم عامل كأني عاملة مشمشية مش فول. روعة. سمكه بقى كده جميل. بصي كمان الفول ده كان صعب، لو عندك فول تاني من الأحسن كمان الفول الفاتح. والناس اللي هنا اشتروا الفول الفاتح، مع يعني اسمعوا كلامي عشان أنا مجربة، بس أنا كده كده عشان حلة الضغط كده كده بتسويه. لو عجبك الفيديو يا حبيبتي ما تنسينيش من دعوة حلوة من القلب ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسيش تذكري الله وتصلي على النبي. والفول يا رب يكون عجبك بالطريقة دي، وبون ابيتي.